صباح الفل عليكم. يلا بينا النهارده نشوف احنا هناكل ايه. احنا جبنا كده معانا الريش ديت اهيت بتاعه الجدي بتاعنا بتاعه الذبيحه، وخليتها كلها على بعضها. احنا النهارده هنشويها ازاي بقى، وهنعمل فيها ايه. هنركن ده كده على جنب، وهنجيب الخلاط بتاعنا تمام، وحطيت فيه شويه ميه، وهننزل بطماطمتين وسط يعني مش كبار اهوت، وكمان معايا بصلتين. انا هنضربهم في الخلاط ليه؟ عشان انا مش عايزه نبشرهم عشان دموع البصل، فانا كده هنضربهم في الخلاط كده عشان ايه، هي ياخدوا يكفهم ينقعوا من الريش بحالها، وتفضل متبله فيها فتره. تمام كده. وكمان بصلايه صغيره، مش مشكله بقى، بصل ابيض بصل احمر مش مشكله، الموجود عندك اشتغلي بيه كده. تمام. انا كده هنضربهم في الخلاط ونرجع نكمل مع بعض. كده انا ضربت حياتي كلها في الخلاط، هنفضها في البلاستيكه دي كده. تمام. وهننزل عليها بعلبة الزبادي عشان الريش كده تبقى جوسي وجميله. تمام. وهننزل عليها شويه فلفل اسود كتار، يعني معلقه كبيره كده فلفل اسود. وهننزل عليهم كمان معلقه ملح. تمام. وهننزل عليهم بمعلقه صغيره من السكر، وهنقلب ده كله كده مع بعضه. هندوب الزبادي كويس كده. قلبناها اهي. هنجيب حاجه بقى عشان نحط فيها الريش بتاعتنا. جبت هنا البلاستيكه ديت، وهننزل كده بالريش. وهننزل بالخليط بتاعنا عليها. وهنقلب الريش بتاعتنا كويس بالخليط ده كله، بحيث ان كله يبقى واخد منه. احنا كده مملحين كويس عشان هي كمان تبقى تتملح، ما تبقاش فيه طعمها مش واخد ملح يعني كده. تمام. وهنسيبها كده في التلاجة. المفروض تبات ليله يعني، بس طبعا انا مش هتبات بالنسبه لنا ليله، انا كده عاملاها الصبح وعلى اخر النهار كده على بعد الظهر ان شاء الله هنشويها. بس هي لو باتت ليله في التلاجة تبقى احسن. احنا كده بنولع الفحم بتاعنا على الشوايه اهوت، عشان نحط عليه ليه خلاص الريش بتاعتنا يسخن بس شويه كمان، وهننزل ايه بالريش عليه. انا كده شغلت الشوايه اهوت، وحطيت الريش بتاعتي على الفحم، والريحه بتاعتها هي مع قلب. بصراحه الريحه بتاعتها جميله 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 ما شاء الله يعني. كده خلاص هي شغاله ما شاء الله. هي هنحاول بس ان ايه نقلب شويه. الهواء بشغلها لوحده، احنا غيرنا المكان طبعا، مش قادره على ريحه الدخان. تمام. ما شاء الله، وريحتها كمان جميله خالص اهي كده. وهي بتستوي على مهلها، احنا بقى نشرب واحد شاي بنعناع. اتفضلوا معانا.